ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل غدا النهاردة من غير برضو فراخ ولا لحمة ولا سمك. غدا بسيط جدا ومفهوش اي افتكاسة يعني، بس نشجع بعض او ندي افكار لبعض يعني بمعنى اكتر يعني. انا بقشر بطاطس، وطبعا طالما مفيش لحمة ولا سمك لازم يكون في بطاطس متحمرة، او لما يكون في تحابيش عامة لازم يكون فيها بطاطس متحمرة، مهروسة بقى ومتحمرة، مسلوقة وبعد كده متحمرة صوابع زي اللي انا بعملها دي. المهم ان هي بتكون موجودة بطاطس متحمرة. انا جبت البطاطس بتاعتي قشرتها وبعدين بقطعها اهو. احنا بندي افكار لبعض، انا مش بعلمك حاجة، احنا بندي افكار لبعض. ممكن انت تشوفي عندي حاجة تكوني اول مرة تشوفيها فتطبقيها فتلاقيها حلوة. انا برضو لما اشوفك بتعملي حاجة جديدة انا ما كنتش استخدمتها فاستخدمها وتكون حلوة كده، يعني بننفع بعض. انا هنا كنت خلصت البطاطس بتاعتي، وجبت بقى ايه حطيتها على جنب، وسبت الزيت يسخن، وقلت بقى ايه اما اشطب الحوض بتاعي. جبت كيس اسمر كده ولميت فيه القشر بتاعي، ويعزكم الله الزبالة يعني اللي عندي. انا دايما بعمل كده، بجيب كيس يعني ما كنتش محتاجاه واحط في الزبالة بتاعتي قبل ما ايه او اي اكل يقابلني يعني قشر او حاجة ما كنتش عاوزاها يعني في الحوض. كان عندي حبة مواعين قدام كده قلت اما ارصهم من الاول. انا برص المواعين بتاعتي لما بغسلها برصها على الفوطة دي، بتشرب كل المية اللي بتنزل من المواعين بتاعتي، والمواعين بتاعتي بتكون ناشفة. فبدأت بقى ارص المواعين بتاعتي كده. برضو انا لما بكون في المطبخ ايدي بتكون شغالة في كل حاجة، مش بقى مثلا بعمل الاكل اقف قدام الطاسة لحد ما البطاطس تتحمر. مش عارفة اعمل ايه جنب الطبيخ اما يستوي، ما فيش الكلام ده، احنا بنعلق على الاكل وبنضف جنب مني، بغسل مواعين زي ما بعمل كده. بعمل اي شغلانه تكون جنبي، بروق برتب حاجه ما تكونش مترتبه. المهم ما بقعدش غير وانا مخلصه كل اللي ورايا بدل ما اضيع وقت يعني. بس والمواعين دي اول باول بغسلها، ما بحبش المواعين تتركن عندي، اول باول طول ما انا واقفه في المطبخ لازم تكون ايدي في الحوض، لان المواعين دي بالذات بتتكاثر، يعني بحسها بتكتر مش بتقل. هنا كنت خلصت المواعين بتاعتي اهوت، وبقى رجعت للاكل بقى، بقيت الاكل بتاعي بقيت الغدا بتاعي ده بلح اسمر غسلته وحطيته برضو. اي حاجه في الغساله عندك قصدي بالتلاجة، بتحاولي تطلعي منها صنف. انا جبت البلح الاسمر وغسلته، ودلوقتي هعمل السلطه معاكم. السلطه احنا بنحبها ايه طماطم وخيار، اي حاجه عندك عايزه تضيفيها عليها ضيفيها، احنا ما بنضيفش غير طماطم وخيار، اوفر وطعمها بالنسبه لنا بيكون احسن. عندك فلفل عايزه تحطي حطي، بس انا المره اللي فاتت كنت عامله فلفل كمان. عندك كابوتشا وعايزه تحطي حطي، عندك جزر وعايزه تبشري حطيه، اي حاجه عاوزه تضيفيها ضيفيها. لو انت بقى شغاله في المطبخ ومفيش مثلا سيرايه في ريحك او اي حاجه تستغفري ربنا كتير، ولما الاستغفار بيخلي الاكل حلو، بيخليه بيكتره وبيطرح البركه فيه وبيضيع الهموم وربنا بيغفرلك. بس انا هنا خلصت السلطه، جبت الكابوتشا بقى، ما حبيتش اقطع على الكابوتشا، قطعتها في طبق لوحده. احنا بنحب الكابوتشي جدا. وهنا المفاجأة الفيديو يا جماعه، ايوه هي دي، احي احي احي، البيضه ب5 جنيه، هي دي البيضه ب5 جنيه فعلا، مش هزار يعني. وناس كمان بتبيعها ب6 جنيه، وبيض صغير مش بيض مزارع، بيض صغير خالص. يلا ربنا يعديها على خير. الايام دي الدنيا بقت مولعه، يعني 6 بيضات ب30 جنيه، يا لهوي. 30 جنيه كنا بنجيب سمك، كيلو سمك بلطي ب30 جنيه. 35 كنا بنجيب اللي هو الروسي ده. يعوض علينا ربنا وخلاص. طول البيض بتاعتي قشرته، بحط عليه حبة فلفل كده وحبة ملح، الفلفل عشان الزفارة. بس واجنبه على جنب، واجيب البطاطس بتاعتي اللي انا حمرتها احط عليها حبة ملح، بس ما بحطش ازيد من الملح. استغفر الله العظيم.
في الوقت ده كنت انا بجيب الصنف اللي بعد كده وهو الرنجة. دي رنجاية واحدة، احنا كنا بنجيب الكيلو ب25، دلوقتي واحدة الرنجة بقت ب25، بعد ما كنا بنجيبوها الواحدة ب5 جنيه والله. يلا جربوا الاكل وان شاء الله يعجبكم.